انا دايما عندي الطريقه دي في الحياه. انا دايما بحب انط في البحر وبعدين نشوف هنطلع ازاي، لان لازم نطلع، احنا مش هنفضل جوه، لازم هنلاقي يعني طريقه ما كنتيش عارفه هنكسب المحتوى ده ازاي اصلا خالص. انا بداته برضو بريسك تيكينج اتيتيود، انه هو لازم ينجح، وكنت عارفه ديب داون ان ده في نسبه نجاح، ان الشركات الكتيره اللي بتجري ورانا دي تبدا تحس ان هي عايزه تسبونسر محتوى زي ده او تبقى جزء من المحتوى زي ده، بس ما كانش عندي ولا بيزنس بلان ليها ولا اسعار ولا تفكير. انا نزلت بيها، وفعلا مش من الاول بعت، انا نزلت أكيد. بيها اورجانيك فتره، وبقيت حتى الشركات الكبيره تبعت لنا مثلا ايه يا جماعه المقالات الحلوه دي، هو انتوا عندكم خبير في كذا، ده احنا كشركه كبيره بندور على الخبير الفلاني في كذا. فبدا يبان قد ايه كمان يا يوسف المحتوى بتاعنا الكواليتي بتاعته عاليه جدا جدا جدا، لان اقل مقاله عندنا بتبقى مثلا بتتكلم في صفحتين 3. يعني المحتوى فعلا دسم ومليان معلومات لوكال وكومبريهنسيف للأمة المصرية، مش هتلاقيه في حتة تانية. اهلا بيكم في 5 بيزنس. في حلقات الضيوف دايما بنركز على الجروث ستوري بتاعه الضيف ذات نفسه بيرسونالي، وبتاعه البيزنس بتاعه هو كمان. ضيفة النهارده البيزنس بتاعها هو بيركز جامد جدا على ان هو يخدم الامهات. هي عندها يمكن اكبر كوميونتي على فيسبوك او ميتا دلوقتي انجيجد في العالم. البيزنس بتاعها بيشتغل قريب جدا من تيم فيسبوك او ميتا. البيزنس واخد اووردز كتير، بيوصل ل 74 مليون تقريبا شخص شهريا على مستوى البلاتفورمز كلها. وفي نفس الوقت بيعمل اوفلاين ايفنتس بتبقى تقريبا الافريج اتنديز حوالي 10,000 على المستوى الشخصي. ضيفة النهارده هي بتحب ان هي تحل المشاكل. هي داعمة كبيرة جدا للأمهات في مصر وفي الوطن العربي بشكل عام، وجدتها يعني مصدر إلهام كبير بالنسبة لها. ضيفة النهاردة هي نادية جمال الدين، فاوندر اند سي او راحت بالي. نادية اهلا بيكي في 5 بيزنس. اهلا يا يوسف، ازيك؟ الحمد لله. لو بتتفرج علينا من خلال يوتيوب ما تنساش تعمل لايك عشان الحلقة توصل لناس اكتر. اعمل كومنت قول لنا مين الضيف اللي انت تحب تسمعه الحلقة الجاية، او لو عندك اي اسئلة. في نفس الوقت برضو اعمل سبسكرايب وفعل الجرس ده علشان يوصل لك كل الحلقات. لو تسمعنا من ابل بودكاست يا ريت ما تنساش تعمل ريفيو او ريتنج. ازيك يا نادية؟ ازيك يا يوسف؟ نادية يا جماعة للناس اللي ما تعرفش، هي كانت من اوائل الناس اللي كانت موجودة في البودكاست لما كان اوديو بس، وكنا بنصور اونلاين حتى. كنا عاملين زوم او أيوة. كول كده، واللي هو قلت لها مع البودكاست ساعتها ما كانش يعني كنا ما اعرفش 10 حلقات، احنا دلوقتي فوق ال 80 حلقة. قلت لها نادية يلا بينا، قالت لي يلا بينا، وما كانش لسه البودكاست زي دلوقتي الحمد لله. و اللي ما سمعش الحلقه بتاعت نادية ارجعوا هتلاقوها من اوائل الحلقات ومكتوبه نادية جمال الدين، فهتديكوا باك جراوند حلو قوي، لان احنا في الحلقه دي هنتكلم عن البيزنس بتاعها وهي شخصيا الترانسفورميشن بقى، او ايه اللي حصل في الفتره دي اللي احنا ما اتكلمناش فيها. نادية انا عارف ان يعني من اخر مره اتكلمنا وما كانتش حاجه جديده عليك ان انتوا كل شويه بتعملوا انيشيتيف جديد او بتبداوا حاجه جديده. انا عايز ان احنا نراجع او نعمل ريكاب سريع للناس. الاول راحت بالي ابتدى ازاي؟ لان انا عارف ان هو ما ابتداش كبزنس، والقصه دي حلوه للناس اللي بتسمعنا اول مره، فقولي لنا كده ازاي راحت بالي ابتدت. يلا بينا. اولا عايزه اقول لك يا يوسف انا بحب اتكلم معاك فميرسي ان انت مستضيفني النهارده. راحت بالي بدات انا الاول كنت طبعا، فلما خلفت اكتشفت ان انا عندي اسئله كتيره جدا. كان صحابي لسه ما خلفوش، مامتي ما كانتش فاكره كانت بتعمل ايه معايا وانا بيبي، لان انا كنت ساعتها 24 سنه وما عنديش اخوات، فكانت ناسيه. فقلت ايه يا جماعه ده، هي الام الجديده دي بتعمل ايه؟ لما بتسال مين وبتسال فين؟ ودخلت على النت وما لقيتش اي كريديبل انسرز لاسئلتي، لان طبيعي هتثق في الانترنت ازاي؟ وما كانش في حتى بالانجليزي بالعربي ولا بتبقى حاجات مش كلها ما انت تقدرش تاخدها يا يوسف. يعني حاجات ما تطبقش على الطفل المصري. يقول لك ايه، الطفل هينام بعد 5 دقايق، الطفل بعد 5 سنين عشان ينام. مش عندنا ده. عايز تعرف تلبسه في درجه حراره ايه، كام طبقه، عايز تعرف دكتور شاطر في الحته دي فين في المنطقه بتاعتك، اسئله كتيره جدا. عايز تعرف اللي انت
حاسس بيه ده طبيعي ولا لا، عايز تتكلم. ما كانش فيه اي منصات دعم للامهات في مصر ولا الشرق الاوسط، والحاجات اللي كانت موجوده كانت بتبقى حاجات جلوبال، حاجات عالميه، فيري بيسموها جينيريك كونتنت، يعني محتوى لا اما هو عام جدا لا يطبق عليك، او بنسميه SEO كونتنت، محتوى معمول عشان يرانك على جوجل ويظهر في محركات البحث وفي السيرشز بالظبط. بس هو مش بيخاطبك انت خالص ومش هيدعمك انت. فمن هنا اتولدت راحة بالي بعد ولادة ابني ياسين عشان تدي راحة بال للأم المصرية. وساعتها جدتي هي اللي كانت كاتبة الميشن بتاع الشركة ان لو في ام واحدة بس بالها ارتاح يبقى احنا نجحنا. ده كان هدفنا يعني، والحمد لله دلوقتي بنريح بال امهات حلوة كتيرة. ما شاء الله. الموضوع ابتدى بفيسبوك جروب او كوميونيتي، ولا هو اولا هو ما ابتداش كبزنس صح؟ انت كنت بتشتغلي قبلها ولا كان الكارير بتاعك عامل ازاي؟ انا كنت بشتغل ماركتينج في شركه مالتي ناشونال، وكنت مبسوطه ومركزه وبكبر فيها. وبعد كده اكتشفت انه وانا بدعم الامهات ان الامهات دي محتاجه خدمات اكتر من كده. يعني هي بدات زي ما انت بتقول كمنصه، كانت فيسبوك جروب وكان مع بيج، وكان مع شغلي عادي جدا. وبعد كده لقيت ان الامهات احتياجاتها كتيره جدا، وبدات من اول شهر بقى عندنا فوق 3000 ام على المنصه بتكسشينج اكسبيرينسز وبتسال اسئله ونوصلها بدكاتره. فبقيت انا لوحدي مستحيل اقدر ادعمهم، وبرضو عندي افكار كتيره جدا عايزه انفذها. فبقيت انا وجدتي نقعد على السفره كل يوم نطلع بافكار. عملنا كميه منتجات هحكي لك عليها وبايدينا اللي كنا بنعملها مع بعض وبنطلعها. وبعدين قلت لا بقى الموضوع بدأ يبقى بيزنس، لانه لازم يبقى فيه سيستم، ولازم يبقى فيه تيم، ولازم يبقى فيه وفي مجهود وفي وقت بيتحط كبير وكده. مش قادره اعمل كله ف... في نفس الوقت. وحابه جدا، بقيت فيري باشنت، بقيت بحس ان كل ام عندها سؤال دي اختي دي حبيبتي لازم برد عليها واكلمها في التليفون واعدي معاها في تشوفي نفسك اكيد اللي هو ده انا عديت بده وتفضفض لي ونقعد بالساعات. فالموضوع بقى طبعا جميل، وفي نفس الوقت بقيت شايفه there's so much can be done. انا عايزه افرتك الدنيا، انا عايزه انزل على ارض الواقع وادعم كل ام دي. فمن هنا بدات ان انا اتفرغ اكتر لراحه بالي، وبقت ماي فول تايم جوب في اخر 2015. وبداتنا نكبرها ودلوقتي الحمد لله بقينا تيم من سيدات جميله. هل انت دي نقطه دايما بحب اسال فيها، يعني ساعات كتير طبعا المجتمع هنا بيبص للست ان هي ممكن يكون شغلها اوبشنال والرجاله لا ده انت المسؤوليه وكده، بس برضو انت كان عندك اوريدي ستيبل جوب. فهل انت استنيتي لغايه ما راحت بالي يوصل لمرحله معينه او تكوني بتدخلي منه انكم معين قبل ما قررتي اللي هو لا انا هسيب الفول تايم جوب بتاعي، ولا انت اصلا من بدري حسيتي ان لا نركن الفول تايم جوب على جنب علشان انا عايزه اركز على راحه بالي؟ انا بصراحه من بدري، يعني من اول ما عملت راحه بالي a few months down the line كنت خلاص فول تايم وما كانش revenue generating. بس انت حسيتي بالفاير، انت عايزه جداً. دي انا قلت هنط في البحر. وطبعا لازم اشكر السبورت سيستم بتاعي انه ادعمني، لان في ناس كتيره مثلا ممكن ما ننصحش بكده عشان برضو ما نديش نصيحه غلط صح، لان هم لان عندكم في مصاريف في التزامات معينه مع بعض، ممكن ما كانش في سبورت سيستم الكافي ليهم ان هم يقدروا ينطوا النطه دي. بس لو عندك المساحه ان انت تنط وتجرب حاجه، انا بحب جدا. انا ريسك تيكر عموما، يعني طبعا ساعات بنسيب وساعات بنخيب ما يعبناش في حاجه. لان دايما بقول للناس ما احنا ما ينفعش ننجح من غير فشل. انا لازم افشل مره و42 عشان انجح. يعني النجاح مش كده، مش من اول مره اخش انجح كده. فكان في تشالنجز وكان في صعوبات وما كانش في ريفينيوز كبيره في الاول، وكنت انا اللي بستثمر جامد جدا فيه. وكانت كل الناس لو كنت هتتكلم مع انفستر ساعتها يقول لك امهات ايه اللي انت جايه دي الامومه دي، هو انت اللي جايه تكتشفي الامومه دي هو انت اول ام في مصر ولا ايه؟ ما احنا كلنا كلنا امهات وخلفنا وكلنا زي الفل. يعني ايه الدعم اللي انت جايه تتكلمي عليه ده؟ بس دلوقتي الحمد لله بقى في حاجه اسمها فامتك، واحنا بقينا ذا بايونيرز فيها. فبقى الناس عارفه الاحتياج وشايفه النيد وشايفه الجاب، والحمد لله في بلايرز كتيره في فيرتيكلز مختلفه بتلبي الاحتياج ده. احنا عندنا ديسكشن، انا حاسس احنا عايزين نغطي حاجات كتير قوي، بس لو ناخدها يعني ايه ستيب باي ستيب. انت الاول بداتي عملتي كل حاجه بنفسك. ايه اول بقى كام برودكت؟ يعني لما نقلنا النقله من فيسبوك جروب بتجمع الامهات لبزنس، النقله دي حصلت ازاي او ببرودكت ايه او كده؟ والبرودكت ده طلع منين؟ هل طلع من اقتراحات او اسئله مثلا جوه الجروب؟ شور. بص يا سيدي الفاضل، هي بدات ازاي؟ ان الامهات بدات تتكلم مع بعض وتكسشينج خبرات، وبدات الاقي ان في امهات بتنصح امهات بحاجات غلط، فخفت. اوكي. فرحت غيره الطريق بتاعي، وبقيت بدخل دكاتره وخبراء
من كل المجالات بقى، تربيه وتغذيه وجاينيكولوجي وبيديا، كل الحاجات دي يردوا على اسئله الامهات باسئله باجابات كريديبل. بس هو عليه من ده بايه، ولا هو كان بيحب ان هو يساعد يتبرع بوقته؟ انا كنت بروح بدفع الفيزيتا كاني بيشنت للدكتور واخش بيتش، يا نهار اقول له أبيض. بص انا عندي فكره، انا مجمعه امهات خطيره وعندهم اسئله كتيره وعايزاك انت ترد عليهم. مش قادره اقول لك يا يوسف انا جالي 100% يسز. انا اول مره اعتقد انت ما قلتيش الموضوع أيوة. ده اخر مره اتكلمنا فيه. أيوة. يعني انت كنت بتدفعي بدفع الفيزيتا الفيزيتا بقول واخش لك ايه، بيتش، تعالى يخش ما يلاقينيش جاي اكشف، تعالى خش عندي في الجروب. وعايزه اقول لك يا يوسف بجد كل الدكاتره حتى الاسامي المشهوره جدا صحاب اكبر مستشفيات وعيادات في مصر كانوا بيقولوا لي في ساعتها يس، لان هم كانت كل واحد اقول له كده تلاقي بلب نورت عنده ان ايه ده، ازاي ده مش موجود من زمان؟ ايه ده فعلا في احتياج. وبعدين الدكتور ذكي عارف ان هو لما يبيلد بوند مع كل الامهات الريسبتيف دي ما ده هيجي له كونفرجنز على العياده، ما ده اكيد. ومن هنا بقى ردا على سؤالك، البيزنس الكوميونتي والبلاتفورم تحول الى بيزنس، لاني لقيت ان الامهات بقت تروح للدكاتره بشكل بقى خرافي، لان خلاص بقى في ثقه. فبقى الدكاتره تكلمني تقولي ناديه العياده كومبلي، احنا مش عارفين نتنفس، ما شاء الله، في احنا نفتح فروع جديده، وما شاء الله الدنيا كبرت جدا مع الدكاتره دي. فمن هنا جات لي الفكره، طب اريح بالها ازاي؟ مش بس ان انا اديها اجابه لسؤالها وانها تروح للدكتور، طب ما اديها ديسكاونت كمان على الفيزيتا، بما اني شايفه النيدز انه يعني اول بزنس ابتدى مع الدكاتره كان مع الدكاتره وفي شكل كارت ديسكاونت. ان انا اديهم ديسكاونتس على الفيزيتاز بتاعت الدكاتره او على مصاريف المستشفيات في مختلف المجالات، بحيث ان هي تقدر توفر مستوى معيشه احسن في حته الهيلث كير. اوكي، بس الريفينيو ساعتها بيجي منين من الكارت كان ده؟ الكارت ساعتها انا فاكره ب 100 جنيه في السنه. فكان سعر رمزي جدا، بس عشان تقدر تشتري الكارت ويجي لها ممبرشيب وبيجي لها جواب انا كاتباه بخط ايدي انا وجدتي، بنقعد نكتبه على السفره ونغلفه ونبعته. فكان قلب منتج من القلب للقلب للام، وكانت الام بتستخدمه في كل العيادات والمستشفيات. وبعدين بدات الاقي طبعا ان الام دي ما هي بتحتاج تروح السوبر ماركت، ما هي بتحتاج تروح الكوافير، ما هي عندها مصاريف مدرسه، عندها مصاريف حضانه. فبدات اكبر النتورك بتاعه الكارت بحيث ان يبقى عليها كل حاجه الام والطفل ممكن يحتاجوها. بس الايراد داخل بس من سعر الكارت 100 جنيه، ولا بيبقى فيه بارتنرشيب مثلا مع الدكتور اللي احنا هناخد نسبه معينه او كان سبسكريبشن بيست موديل يا يوسف لمده طويله جدا، تقريبا لمده سنتين. اوكي، هي ال 100 جنيه، هو ال 100 جنيه بس، هو ال 100 والدكتور بيدي ال 10% دي من فيزيته الطبيعيه، يعني علشان 10 15 20 وات ايفر ات از. وكنت دايما بحاول ازق اجيب لهم احسن اسعار، وكنا فيري كومبيتيتيف. يعني ساعات كان سعر التخفيض بتاع الكارت يبقى احسن لها من الانشورنس مثلا اللي عندها في حاجات معينه، عشان انت بتزقي للدكتور كم كبير من رهيب. الشغل، فهو بيبقى ويلنج، بيبقى قادر ان هو طيب هديكوا ديسكاونت يا جماعه. بالظبط، يعني وبعملوا اكويتي وماركتنج وبوزيشننج رهيب اورجانيكلي من خلال البلاتفورم، من كتر ما ريفيوز. وانت عارف طبعا اقوى طول الماركتنج الورد اوف ماوث، فالامهات بترشحوا لبعض والدنيا بقت بالنسبه له كان كل ده كان المين يعني راس مالك الجروب، ما كنتيش عملتي حاجه تانية خالص غير كان الجروب. كان جروب وبيج وانستجرام، يعني كان منصات مختلفه. بدات اكبرها. هي بدات يعني الجروب كان اول مثلا a few weeks، وبعدين فتحت الشانلز التانية معاه. وكنت برضو انا لسه انا وجدتي، يعني لسه في الرحله دي كلها. يعني اول 3 سنين في راحه بالي كنا انا وجدتي بس بنعمل الحاجات دي، واحكي لك بقى على حاجات تانية بس لما يجي وقتها. طيب يعني انا فاهم الجروب الناس كانت بتدخله في الاول وبعد كده حتى علشان الدعم وامهات زيها وبعدين دكاتره. بس كان ايه الاستراتيجي مثلا في حاجه زي انستجرام، ان بس الناس اللي في الجروب تكون بتتابع البراند في حته تانية؟ يعني ايه الكونتنت مثلا في الاول خالص اللي فكرتي الناس بتتجمع في الجروب عشان سبب معين، بس صح. السبب ده مش موجود في انستجرام اكاونت، فازاي قدرتي ان انتي؟ صح، كنت بعمل بقى محتوى مع الدكاتره والخبراء دول مفيد بينزلوه على الانستجرام عندنا، وكنت بعلن فيه عن الخصومات اللي موجوده على الكارت طبعا. وعن الكارت، فالناس تقدر تشوفها. فبقت الناس تشوف الدكتور، تطمن له، يقول لها معلومه مفيده، وبعدين تروح عنده وتاخد ديسكاونت. فبقت الحلقه يا يوسف مكتمله. بتقدر تاخد السايكل كلها. كونتنت ماركتنج من غير ما تبقي قاعده بقى دارسه الموضوع ولا اي حاجه. وانا خلي بالك مش ده، انا اصلا ميجر فاينانس. اي نعم اتخرجت اشتغلت ماركتنج، بس يعني كونتنت ماركتنج كان ساعتها جديد علينا كلنا جداً. كان جديد جدا. دلوقتي طبعا بقى ABC يعني. فدي كانت الاورجانيك ستارت لراحه بالي. طيب حلو، احنا بدأنا مع الكارت مع الدكاتره، وبعد كده توسعنا. التوسع ده برضو، هل انت بدأتي تكلمي براندز على فكره انا اقدر اوفر الحاجه الفلانيه، ولا الموضوع كان انباوند اكتر؟ يعني البراندز ابتدوا ياخدوا بالهم من الجروب، اللي هو طب ازاي نشتغل معاكي؟ بصراحه البراندز هي اللي كانت بتجيلنا. يعني انا حتى فاكره ساعتها عملت كده لينك كده، جوجل فورم لينك، ان لو اي براند عايز يتواصل معانا املوا الفورم واحنا هنتواصل معاك.
يا يوسف انا مش قادره اقول لك، انا فاكره جدا الوقت ده. انا اليوم اللي نزلت فيه اللينك على البروفايل بتاعي بالليل كان عندي كميه انترناشنال براندز، محلات مشهوره كبيره جدا، ما صدقتش ان واحنا عمر البيزنس صغير كده بيابلاي وكاتبين قولوا لنا اسعاركم ايه، عايزين نعمل دعايه واعلان يعني. وانا كنتش لسه اصلا ببيع اعلانات ولا بعمل اي حاجه، كان كله عباره عن كونتنت ماركتنج مفيد هادف اورجانيك للدكاتره والخبراء او لاماكن تراستد تشتري منها حاجتك. يعني دي مثلا المكان الفلاني فعلا حاجته قطن فيه 100% وتنفع للبيبي بتاعك، المكان الحضانه الفلانيه ريفيوز عليها هايله وفيها كاميرا وتقدري تطمني على اولادك فيها، وفي عدد المعين من الامهات بيشكروا فيها. فكنا كل حاجه اورجانيك. فجاه بقى الشركات الكبيره العالميه بتكتب لنا في سواء بقى FMCGs فارماسيوتيكلز، مش بس ده كل ده ريتيل. يعني هم كان عندهم بقى مثلا امبلويز او كده في الجروب او طبعاً. عارفين وشايفين الامباكت، شايفين لما حد بيريكومند حاجه معينه او لما راحت بالي كله بيجري. بتندورس حاجه معينه سبيسيفيكلي. يعني في فرق بين لما ترشحها وبين من راحت بالي تندورست، لان احنا كمان فيري نون كوميرشال. يعني حتى لو يومنا هذا عايزه اقول لك احنا طبعا كمنصه بنعمل اعلانات كتيره جدا، بس اختيارنا لمين نشتغل معاه ونشتغل معاه على ايه ونقول ايه هو ده اللي مديه المصداقيه. الناس مش عارفه ان انت مش هتبيعي الثقه خالص ابدا. أو حتى لو ده اعلان ممول ومكتوب ان ممول، هم عارفين ان احنا اخترنا الشركه دي بتمعن والمنتج ده بتمعن، ولو هو مش هياد فاليو للام مستحيل ينزل عندنا، مستحيل مهما كان. واعتقد ان الباك جراوند بتاعك برضو انت كأم واللي انت مريتي بيه بيدعم الثقه دي اكتر، ان هي زينا وجاي وفاهمه يعني آلامنا، فمش مش هتبيعنا. يعني عايزه اقول لك الامهات يا يوسف يعني لحد النهارده اعتقد، يعني ولو في امهات راحت بالي بتتفرج علينا يا ريت تعملوا كومنت. الامهات كلها عندها دايركت كونتاكت معايا ومع التيم بشكل يعني الواحد ما بيبقاش مصدق لما بقول للناس كده. احنا كل يوم على تواصل دايركت، والتيم بتاعنا لما بينزل الشارع الناس كلها بتسلم عليه. يعني اتس فيري رير انك تلاقي الكاستمر عارف كل التيم اللي بيشتغل ورا بيهايند ذا سينز. كلنا امهات وكلنا فاهمين اللي هم بيعدوا بيه، وكلنا بنقول لها النصيحه من القلب للقلب. ولو حاجه هتضرها، حتى لو هنخسر الكلاينت لازم نقول لها ان احنا هنضرها، فمش هينفع تستخدمي ده للحاله دي وهكذا. ففي نوع من المصداقيه اللي اتبنت اكروس اخر 8 سنين ما بيننا وما بين الامهات رهيبه. فبقينا the first point of contact، بقينا جوجل الام اشتري ده منين، اعمل ده ايه، اكلم ده ولا ده. حتى في المشاكل الشخصيه، حتى في المشاكل الاجتماعيه، على طول بتلاقينا المرجع الوحيد بتاعها. طيب لو رجعنا بقى للكارت والتطور بتاع الكارت، انا منبهر يعني ما شاء الله ان انت حطيتي الفورم دي وجالك كل براند. يعني انت لما جيتي تتوسعي في موضوع الكارت ده ما رفعتيش ما رحتيش بقى تخبطي على باب الانترناشونال كومبانيز الكبيره يا جماعه بس استنوا انا هاوفر الموضوع كله خالص. هل حتى ما عملتيش ده بعد كده؟ هو الموضوع فضل يكبر بقى خلاص اورجانيكلي، لانه بقت كل الشركات الكبيره بتشوف الشركات التانية بتعمل ايه، فدومينو افكت. everyone wants a part of the pie، لانه community marketing في الاخر يا يوسف عنده اعلى return on investment واقل cost of acquisition او اقل تكلفه. فاكوردنجلي خلاص، لان الطريقه التراديشنال او الطرق التقليديه للتسويق بقت اولا غاليه جدا، والفعاليه بتاعتها ضعيفه جدا، لان الكاستمر بقى ذكي جدا. فانت هو مش عايز تطلع له تغني له اغنيه على نفسك ولا تعمله بالبورد مع ممثل مشهور واخد ملايين الجنيهات. يعني الكاستمر زهقان من الكلام ده. الكاستمر عايز حاجات تقولي الفوائد بجد، حاجات تبقى كريديبل بجد، طبقها لي عليا، خليها ريليتبل ليا، خليني جزء من القصه اللي انت عايز تحكيها، خلي حد تاني فعلا بينفلونس يقولي ان ده كويس. وعايز اشوف تجارب الناس اللي زي بقى بالزبط. مش الممثل اللي واخد مش عارف عايزه صاحبتي وقريبتي وحبيبتي تقولي انا فعلا جربته واشتغل معايا، انا فعلا استخدمته وطلع مفيد، انا فعلا اشتريته وطلع بكواليتي كويسه وهكذا. هو ده الاوثنتيسيتي. دلوقتي احنا عايزين حاجه نصدقها، مش عايزين حاجه شوي وجلامر وما هياش من جوه فاضيه. انا بشوف حاجه نادية، مش عارف هتتفقي معايا ولا لا. انا شايف ان الفاونديشن اللي ما شاء الله ادى للنجاح اللي انتوا فيه دلوقتي، ان انت ما اقدرش اقول عليكي بزنس اونر، انت بقيتي بزنس اونر، بس قصدي ان انت الديكور او في الاساس انت كوميونتي بيلدر. يس انت انا حاسس ان لو احنا شلنا دي
مفيش ما حاجة. كانش هيبقى في حاجه خالص. طبعا صح. It انت all انت starts with بنيتي the كوميونتي، community and بنيتي ends with عرفتي the تجمعي communities. الناس، ودي كان اعتقد ان هي اعلى ما شاء الله يعني سكيل البيزنس. انت ما بداتيش تقولي انت بتواجهي المشكله الفلانيه، محتاجه المنتج الفلاني، طيب خلاص انا هعمل هديكي المنتج الفلاني اللي انت عايزاه. لا انا انت اكشلي ما جبتيش سيره المنتجات، انت لا تعالوا يا جماعه اتجمعوا واتكلموا ويلا نساعد بعض. وانا حاسس ان هو ده اللي اتبان عليه كل حاجه بعد كده. احنا كبزنس النهارده الميشن والفيجن والكور فاليوز بتاعتنا هي being a public servant للمجتمع بتاع الامهات. هو ده. فهي it starts and ends with the community. احنا موجودين عشان ندعم الام المصريه ونديها راحه البال. اي حاجه that does not serve the value proposition ده او الميشن والفيجن ده يبقى احنا مش هنعملها. فالكوميونتي فاكتور is everything we are. وغير كمان ان انا يمكن اتكلمنا في دي قبل كده في الحلقه اللي احنا عملناها مع بعض، ان يعني انت ما شاء الله عندك حاجه مش عند الناس تقريبا التانية خالص، ان الكم الفيزيبيليتي انت قادره تشوفي، يعني عندك عدسه مكبره على احتياجات ومشاكل الامهات، حاجات شركات كتير تدفع فيها فلوس عشان بالزبط. تعرف فين الاحتياجات وفين الحاجه اللي انا فانت دي يعني ايه بتبقى سيرفد كده او بتتقدم لك على طبق من فضه زي ما بنقول. يا جماعه انتوا ايه البين بوينتس بتاعتكم، ايه النقط المشاكل اللي عندكم وانا هحلها لكم، او هتفق مع حد هعمل بارتنرشيب مع حد يحلها لكم. فده بيفضل يفتح بزنس اوبورتونيتيز اكتر. عايز اسالك، احنا وصلنا لمرحله الكارت وكبرنا الكارت، انا انترستد جدا بقى اعرف امتى المرحله اللي انت بداتي بقى تفكري فيها في الماركتنج، اللي هو انا هعمل بقى ماركتنج. يعني لغايه دلوقتي انت ما شاء الله اوفرويلمد، او انت مش ملاحقه على الاورجانيك اللي هي الناس عماله بتيجي والبراندز عماله بتيجي وبتاع. هل كان في بقى مرحله معينه اللي هو لا طب انا بقى محتاج اعمل ماركتينج، محتاج اشوف مثلا ادز، محتاج اجيب اعمل تيم سوشيال ميديا، الكلام ده كله ده حصل امتى او ازاي؟ بص يا يوسف هقول لك، احنا بعد اول 3 سنين من عمر البيزنس انا وجدتي لما كنا قاعدين بنطلع الكروت وبندعم الامهات وبنرد على الهوت لاين والحاجات دي كلها، اكتشفت مشكله تانية بتواجه الامهات زي ما انت بتقول، عشان انا جوه الكوميونتي اكتشفت ان 40% من الامهات بتعدي في اكتئاب ما بعد الولاده، وده الريبورتد بس بسبب زياده الوزن. واكتشفت ان ساعتها ما كانش فيه اي جيم في مصر للامهات. انت بتروح، انت لو خدت معاك البيبي هتبقى شكلك كائن غريب جدا، الام هتبقى very intimidated، مش عارفه تودي البيبي بتاعها فين، الناس اللي حواليها مش فاهمه هي بتعدي بايه، وممكن تعدي في انجريز وتعدي في مشاكل. فلقيت انه ازاي ما فيش ده. فالاول فكرت في فكره ازاي احل ده قبل برضو ما كنت لسه ابني تيم. فتحنا اول جيمز في مصر باورد باي بيبي سيتنج مجاني وكيدز اكتيفيتي مجانيه للام. بقت الام بتيجي 40 يوم ما بعد الولاده تتمرن، ناخد بالنا من البيبي بتاعها ونغير له ونرضعه ونعمل له كل حاجه، وهي ليها الساعه اللي في اليوم دي لنفسها تتمرن وتطلع الهابي اندورفينز وتبقى البست فيرجن اوف هير سيلف. وده كسر دنيا وفتحنا فروع كتير جدا. وساعتها بقى بدات دول كان اول ناس نعينهم بقى الكوتشز والنيوتريشنست والبيبي سيترز اللي في الفاسيلتيز اللي هم الحمد لله كلهم عايز اقول لك معانا لحد النهارده. احنا فان فاكت راحت بالي عندها اقل من 1% تيرن اوفر ريت من ساعه ما عملنا راحت بالي. فالتيم عندنا مترابط بشكل جميل لان كلهم عندهم نفس الباين، نفس الميشن، نفس الفيجن بتاع ان احنا بابليك سيرفنت للامه المصريه. فبعد كده بقى بعد ما بقى عندنا فاسيلتيز وانا وجدتي ماسكين كل الحاجات دي ومعانا تيم خطير من الكوتشز والبيبي سيترز وكده، قلنا لا بقى احنا محتاجين يبقى في تيم بقى للشركه، احنا محتاجين نخرج بره السفره والجيم ونبدا يبقى في تيم انكلودد فيه بقى الديجيتال ماركتنج، انكلودد فيه البرفورمانس، كل الحاجات بقى احنا عايزين يعني نطورها. الكارت والجيم وكل ده ولسه الدنيا عشوائيه جدا عايزه اقول لك. وجماله كان ان انت كنت اكنك يعني انت البحر كله، انت مش نقطه في بحر، انت البحر كله. فانت يو شيب اند درو اللي انت عايزه. تعالى نعمل كده، تيجي نجرب كده، انا وجدتي نقعد نفكر ونطلع بحاجه وننزل وننفذ، اللي ينجح واللي يفشل نتعلم منه ويلا. وجدتي معلماني اليوم اللي ما فيهوش مشكله ملوش لازمه لاني ما اتعلمتش حاجه. فبتصحيني من النوم صباح الخير، مشاكلنا ايه النهارده؟ ده الفايب. الباك جراوند بتاعها ايه؟ ده لازم اسال. جدتي خطيره. هي كان عندها بيزنس مثلا؟ لا جدتي كانت وكيله وزاره الصحه. اوكي.
وعلمت نفسها كل اسس البيزنس معايا في راحه بالي. بتاخد كورسز اونلاين معايا، سواء في الماركتينج، في الفاينانس، في البروجكت مانجمنت، وبتاخد دبلومز معايا عشان هي جدتي اصلا اللي مربياني يعني. فانا وهي عندنا علاقه مختلفه يعني جدا. فهي اللي كانت بتسوق معايا المركب عشان نقدر كل شويه نفكر مع بعض ونطور. فتعتبر ماي كو فاوندر يعني ان بزنس تيرمز يعني. والخطوه يعني كنت برضو عايز اسالك في الحته دي. انا حاسس ان انا ايه خدت نفس كده دلوقتي لما انت قلتي لا احنا كنا في انت كنتي كومبليتلي اونلاين قبل خطوه الجيم. يس. دي نقطه كبيره قوي ان انا ابقى اللي هو جروب وبتاعه، يعني مهما حصلت مشاكل الموضوع ملموم. ايوه. نزلت بقى على الارض وبقى فيه بقى ايا كان بقى تعاملات حكوميه مع حد مفتش مش عارف ايه، مشاكل مثلا بتحصل بين الامبلويز. دي نقطه كبيره جدا. كان ايه يعني ليه ما فكرتيش او مثلا ما حسيتيش اللي هو طب انا افضل كده اونلاين، طب ما في مشاكل كتير ما احلها اونلاين، ليه نطيتي كده من اللي هو ايه ده انا اونلاين، لا انا هنزل بقى هفتح جيم بكل المشاكل ممكن تيجي من ده، مع العلم ان انت ما اظنش كان عندك خبره خالص في حاجه زي كده. لا خالص ما عنديش خبره ولا باك جراوند في الحته دي تماما. بس عارف يا يوسف، انت لما بتبقى بتخدم كوميونتي بتبقى عايز تشوفهم، عايز تطبطب عليهم، عايز تحضنهم، عايز تتكلم معاهم. دي كانت فرصه حلوه. فدي كانت فرصه خطيره، لان انا نصيحتي لاي بزنس دايما الميكس ما بين الاونلاين والاوفلاين بيعلي جدا الكاستمر ستيكنس وبيعلي جدا اللويالتي وبيخليك تبقى دايما لامس الكونسيومر بتاعك عايز ايه وبيساعدك تبقى كاستمر سنتريك اكتر. دي حاجه متكرره جدا مع جاستس كتير يعني. في حاجات كده كل حد لو تلاحظوا يا جماعه كل حد بنجيبه بيقول نفس الكلام تقريبا، ان هو الميكس ده ان ده بيسمع في ده دايما جدا 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 جدا. وبيفرق معاك يعني مثلا لما حصل الكورونا مثلا فالناس كبرت جدا اونلاين، وبعدين لما الكورونا خلصت كله بقى وحش في الاوفلاين. الميكس ده دايما جميل في الادابتابيليتي وفي الريسك هيدجينج وفي حاجات كتير جدا. بعد بقى احنا يعني ايه خطوه الكارت خطوه الجيمز، ايه بقى وسعنا الجيمز ولا رحنا في حته تانية خالص؟ طبعا لازم ننط في حته تانية. ما انت عارفني احنا لسه عايزين نتكلم في دي. هرجع لك الناحيه التانية بسرعه. لا بص، احنا بعد ما عملنا الجيمز قلنا طيب ايه بقى تاني اللي محتاجاه، لان هي محتاجه محتوى بقى، بس محتوى مش محتوى بقى اللي بعمله مع الدكاتره. انتوا وصلتي لكام فرع في الجيم؟ او كان عندنا الشيخ زايد وتجمع والمعادي ومصر الجديده، كنا 4. طيب ليه بقى ما يبقوش 6 ما يبقوش 10؟ عشان زي ما انت قلت يا يوسف، هو برضو ده مش اختصاصنا الوحيد. أوكي. لو انا كنت هوسع فروع وابقى في كل شارع في مصر ولا في كل ديستريكت في مصر، كنت هبقى شركه فتنس صرف. انا جيم. أوكي. بس انا مش جيم، انا ايكو سيستم للام، انا هوليستيك، انا بدعمها بكل الطرق. فما بقدرش اتوغل جامد جدا في كل حاجه للاخرها عشان اعرف افضل دايفرسيفايد واعرف اخدم، ابقى سريعه ان انا احل مشاكل اسرع. بس ده ما بيجيش على حساب يعني. في ناس ممكن تقولك ايوه بس يعني سبيشاليزيشن او فوكس او كده، انت يعني انت بتبداي الحاجه بس ما بتتوغليش مثلا اناف، فانت مش هتبقي عمرك ما هتوصلي مثلا ان انت تجيبي اخرها in terms of مثلا اخرها in terms of quality in terms of علشان انت you have your hands in too many pots زي ما بنقول او كده. ف what do you think about that؟ يعني انت حاسه ايه؟ حاسه ان هو are you okay with اللي هو لا انا مش عايز اجيب اخرها انا عارفه ان انا ممكن ما ابقاش احسن جيم في الكوكب بس I'm okay with that علشان انا عندي حاجه تانية عايز اعملها؟ ولا انت تفكري في الموضوع ازاي؟ السؤال ده خطير يا يوسف، عجبني السؤال ده قوي. بص، انا دايفرسيفيكيشن وانوفيشن هو دول اللي بيميزوا راحه بالي، لانه كل ما انت تبقى عندك حاجات مختلفه بتخدم بيها نفس اليوزر، انت بتعرف توسع جدا الكاستمر ريتش بتاعتك، تعرف توسع جدا الكروس سيلينج والاب سيلينج، تعرف تبقى منافس قوي جدا وعندك بارير تو انتري في السوق، لانك بتحل مشاكل نفس الكونسيومر بطرق مختلفه، فبتبقى انت الوان ستوب شوب او رقم 1 في الحته بتاعتك. وبتعرف كمان ان انت تبقى دايما هيدجينج اي ريسكس تيجي. ما هو ممكن حاجه تقف، تغيير في الاقتصاد، توقف جزء من البيزنس، توقف جزء، يبقى عندك حاجه تانية. لو انت حاطط كل الاجز ان وان باسكت زي ما انت بتقول، طب ما الباسكت ده لما يروح في ده هتعمل ايه؟ فانا مع جدا الدايفرسيفيكيشن، وده ما يلغيش ان الناس اللي بتفوكس في حاجه واحده سبيشالايزد وبتطير حاجه رائعه. انا برضو سبيشالايزد، انا بكلم الام بس مش بكلم حد تاني. الناس كتيره جدا تيجي تقول لي ايه، طب ما توسعي وتبقي ستات، ما احنا عندنا ستات كتيره جدا على منصه عندك، وستات كتيره بتيجي الجيم وهم مش امهات، وستات كتيره بتقرا المحتوى، وستات كتيره بتيجي الايفنتس عندك. برحب بيهم وبموت فيهم، الستات دول احلى حاجه في الدنيا، بس انا بكلم الام. اي سبيل اوفر افكت رائع،
بحبه بس انا مش بكلم حد. فانا سبيشالايزد، ومع السبيشاليزيشن عندي دايفرسيفايد سيرفيسز. يعني انا حاسس ان دي اجابه الصراحه في الجول، لان انت بتقولي هو انا سبيشالايز بس انا اخترت ان انا اعمل سبيشاليزيشن دي بطريقه مختلفه. يعني بدل ما انا سبيشالايز فانا بقدم منتج معين، انا بسبيشالايز في الشخص اللي انا بكلمه. بالظبط. انا في ظهر كل مصريه، ده اللي انا اللي هي عايزاه هعمله لها، حتى لو مستحيل، حتى لو شقلبه هنعمله لها. طيب الخطوه اللي بعد الجيمز، بعد ال5 فروع عملتي ايه بقى؟ بعد الجيمز لقينا حاجتين، اولا حاجه اونلاين وحاجه اوفلاين. الاونلاين لقينا ان الامهات عايزه محتوى اكتر بكتير من اللي احنا بنقدمه في مجالات كتيره جدا بقى بعيد عن الدكاتره والخبره. هي عايزه بقى يبقى عندها محتوى في التربيه، محتوى في الهيلث كير، محتوى في الشوبينج، محتوى في الريفيوز، محتوى في في علاقتها مع جوزها وسكس اديوكيشن، محتوى في مجالات مختلفه كتيره احنا ما بنقدمهاش. فمن هنا عينت بقى ساعتها تيم محتوى كلهم امهات وكلهم very يعني experienced experts في المجالات بتاعتهم، نعمل بقى اوريجينال مقالات، فيديوهات، ريفيوز، ليستيكلز، كل انواع المحتوى اللي يقدر يخدم الام المصريه. وعملنا بقى ويب سايت ساعتها، ودلوقتي ده اكبر منصه للمحتوى للامهات في الشرق الاوسط. الناس بتخش عليه يوميا تعرف كل اجابات لاسئلتها، وكمان لوكال وكومبريهنسيف. فانا عارفه كويس جدا بكلم الام المصريه اللي ساكنه في الزمالك، فهي عايزه تعرف حواليها في ايه بقول لها، عايزه تعرف ايه الهوت لاينز اللي تنقذها بقول لها، عايزه تعرف ايه المحلات الدكاتره اللي جنبها الكويسين اللي هيساعدوها في ال1 2 3 بطلعهم لها. فبقيت اكني جوجل بقى بس كريديبل واركايفد، مانيش راندم على السوشيال ميديا، لا هو مكان واحد بالعربي او بالانجليزي. وكمان عايزه اقول لك يوسف حاجه لذيذه، احنا عندنا تيم كامل عربي وتيم كامل انجليزي، وكل واحد ما بيكتبش في نفس الحاجه، فمش ترجمه. يعني الويب سايت مش ميرورنج، احنا بنكتب للام اللي بتحب تقرا عربي بطريقه محتوى خالص. وده برضو جزء مهم في السبيشاليزيشن، ازاي بيرسونة الارابيك ريدر غير بيرسونة الانجليش ريدر. مواضيع ده مش شرط تبقى نفس المواضيع ده. عندي سؤال هنا لازم اساله. انت هنا برضو فكرتي في خدمه الام قبل حاسس ما تفكري في نفسك او في البيزنس موديل بتاعك؟ لان انك تقولي انا هدخل كونتنت وهدوس بنزين في الكونتنت للدرجه دي، الكونتنت ده شيء مكلف ومش دايما بيبقى الريفينيو موديل بتاعه واضح، او انا هكسب منه ازاي واضح. فانا حابب جدا اعرف فكرك هنا. هل انت كنتي بتفكري وانت بتعملي الكونتنت ده ممكن يفتح لنا الطرق الفلانيه في البيزنس اللي احنا نكسب بيها، ولا انت كنتي حاسه اللي هو امهات انتوا عايزين كده خدوا محتوى وربنا يبقى يسهلها بعد كده؟ بصراحه انا الام المصريه نمبر 2، خدوا محتوى وربنا يسهلها بعد كده. انا دايما عندي الطريقه دي في الحياه، انا دايما بحب انط في البحر وبعدين نشوف هنطلع ازاي، لان لازم نطلع، احنا مش هنفضل جوه، لازم هنلاقي يعني طريقه. ما كنتيش عارفه هنكسب المحتوى ده ازاي اصلا خالص. انا بداته برضو بريسك تيكينج اتيتيود، انه هو لازم ينجح، وكنت عارفه ديب داون ان ده في نسبه نجاح، ان الشركات الكتيره اللي بتجري ورانا دي تبدا تحس ان هي عايزه تسبونسر محتوى زي ده او تبقى جزء من المحتوى زي ده. بس ما كانش عندي ولا بيزنس بلان ليها ولا اسعار ولا تفكير. انا نزلت بيها، وفعلا مش من الاول بعت، انا نزلت أكيد. بيها اورجانيك فتره، وبقيت حتى الشركات الكبيره تبعت لنا مثلا ايه يا جماعه المقالات الحلوه دي، هو انتوا عندكم خبير في كذا؟ ده احنا كشركه كبيره بندور على الخبير الفلاني في كذا. فبدا يبان قد ايه كمان يا يوسف المحتوى بتاعنا الكواليتي بتاعته عاليه جدا جدا جدا، لان اقل مقاله عندنا بتبقى مثلا بتتكلم في صفحتين 3. يعني المحتوى فعلا دسم ومليان معلومات لوكال وكومبريهنسيف للأم المصرية، مش هتلاقيها في حتة تانية، مش هتلاقيها اونلاين. فده وكمان عملنا a lot of user generated content معانا، بقينا نخلي امهات تجرب حاجات وتبعت الريفيوز وننزلها سواء ايجابيه او سلبيه عشان ننصح بيها الامهات التانية. فبدا يبقى فيه مصداقيه كمان عاليه جدا في نوع المحتوى اللي بنعمله، وبدا الكوميونتي تتصاحب على كل الخبراء اللي بيكتبوا المحتوى ده، فبقى هم اللي بيبعتوا لنا التوبكس على طول، يا جماعه عايزين في ده، يا جماعه انتوا مزودينها قوي في ده، ما تخشوا على ده. وبدا يجي لنا رجاله كتيره جدا على المنصه، يا جماعه مفيش راحه باله، هو راحه بالها بس. فبدانا عملنا حاجه اسمها اباء اللي راحت بالي او راحت بالي دادز على الويب سايت، وبنعمل محتوى للدادز وازاي يبقى معانا، لان احنا لازم طبعا الدادز يبقوا انكلودد. يعني لولا ان انا جوزي is a great dad ما كنتش انا هعرف ابقى this mom that's supporting those millions of moms. فلازم الاب يبقى واخد الدعم، واخد المعلومات اللي تخليه يبقى بيقدف معانا في المركب، عشان كأسرة نعرف نوصل.
الموديل بتاع الكونتنت، يعني يمكن عندي سؤالين في الحته دي. اولا اكيد كان عندك فكره عامه انا هوصله للناس ازاي، فانا متخيل ان انت كنت بتقولي هنبدا بقى نلينك ده بالجروب ونشير الارتكلز على الجروب وكده. هل ده كانت الاستراتيجي، ولا قلتي بقى انا هجيب شوف بقى السيرش انجنز وحد بقى خبير في الاس اي او يشوف بقى الكي ووردز علشان يجي لنا؟ يعني كان ايه تخيلك لان انا هبوش الكونتنت ده اللي على البلوج او على الويب سايت ده ازاي، وهخلي الناس تقراه ازاي؟ وبعد كده بقى تخيلك للمونيتايزيشن، او ان انت تعملي فلوس. هل بقى هبيعه كباكج سبونسرد، تعالى سبونسر مثلا الجروب وسبونسر الويب سايت وكده؟ يعني كان ايه تخيلك للحاجتين دول؟ بص، احنا بدأنا كأورجانيك كونتنت، ما كانش فيه SEO في الأول خالص، بس من كتر ما هو كان بيجاوب على أسئلة الكوميونيتي بتاعتنا كان بيطير، كان بيبقى عنده شيرابيليتي ريت رهيب. ألافات الأمهات بتشير المقالات بتاعتنا والفيديوهات بتاعتنا وبتكومنت والسيفز والسنس في الدي امز والكلام ده كان رهيب، يعني من غير جوجل سوشيال ميديا ولا أي حاجة. لأن دايما أنا بص يا يوسف بقول if you create value and capture value انت مش محتاج ولا ماركتينج ولا SEO. يعني انا عايزه اصلا افاجئك في اقول لك ان احنا ما عندناش اصلا ديبارتمنت ماركتينج في راحه بالي لغايه النهارده. ما عندناش. we never market for ourselves. انا كل ما اقول نفسي اجيب ماركتينج مانجر ما اجيبش. احنا it's authentic طول ما يعني انا بصراحه جوزي قال لي هو المقوله دي، قال لي ان انت لو بتعملي خدمه او منتج ناجح انت عمرك ما هتحتاجي تسوقي له. الورد ويل جيت اوت، لان اليوزر هيتكلم عليه، هيبقى عندك توكينج بيلبوردز مش محتاجه تسوقيه. فالمحتوى كان اورجانيك وشاربل بشكل رهيب. وبعدين بدات بقى احب مونيتايزه. فقبل ما مونيتايزه جبت سيرش انجن اوبتمايزيشن اكسبرت خطيره، هي لسه معانا لحد النهارده، اللي بقى بتاكد ان المحتوى يبدا يظهر بقى مظبوط ويبقى رانكته مظبوط، عشان لما يبقى سبونسرد كونتنت نبقى مراعين ضميرنا ان المحتوى ده اكيد هيظهر. ما نبقاش معتمدين على الام المصريه بس، يبقى لو هناخد فلوس عشان المحتوى ده نبقى مطمنين ان هو يبدا يظهر. لا خلي بالك، انا بيجي لي ناس بتقرا من هنا من السوشيال ميديا ومن جوجل وبتاع، مش ان انا عندي مثلا بالظبط كده مصدر واحد. فركزتي بقى جدا في موضوع الكونتنت والمونيتايزيشن عن طريق السبونسرشيبس. برضو هنا نفس سؤال الكلاود. انت هل مش عايز اقول وقفتي الكونتنت، هو انت عملتي تراك، وده هنا اي ثينك يفتح سؤال مهم قوي. هل لما تفتحي حاجه جديده زي الكونتنت دي انت بتبقي in the trenches كده زي ما بنقول، او اللي هو انت بقى اللي بايدك واسنانك في الموضوع، وبعدين انا عشان عارف شخصيتك انت هتبقي عايزه بقى تفتحي اللي بعده او تشوفي اللي بعده ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ لان ما هو انت لو انت شغاله بايدك واسنانك في ده ورحتي تفتحي حاجه جديده ممكن يوم واقع. فايه الموديل بتاع ان انا بشتغل بايدي واسناني بعد كده بجيب تيم وبروح في الحاجه، يعني ازاي الموضوع بيمشي هنا؟ بص يوسف، هنا تيجي أهمية جدا التيمز building the right team with the right people the right passion والديليجيشن طبعا. لأن أنت عشان تقدر زي ما احنا بنعمل بننط من حاجة لحاجة احنا very diversified، عندنا verticals كتيرة جدا سواء B2C أو B2B. فعشان تعرف تسيبها وتخش في حاجة تانية لازم تبقى باني تيم فاهم اللي بيعمله ومصدق في اللي بيعمله، عنده الفاير والباشن اللي تصحيه من النوم ويديليفر، وتبقى أنت مطمن. مش معناه ان انت مش هتمانج بس هتبقى باني كلونز من نفسك، فمطمن على ان البيزنس از از يوجوال في كل فيرتيكال بتعمله. وبرضو ده احنا مش في يوتوبيا طبعا، لما تنط من حاجه لحاجه مش زي ما انت تبقى جواها من day one. لما بتسيبها مع التيم بتاعك ممكن حاجات ما تحصلش زي ما نفسك فيها قوي، بس لازم هنا تتعلم ان انت to let go، انك لازم تدي الرايه للشخص اللي مسؤول عن الديبارتمنت دي او مسؤول عن البروجكت ده وتسيبه يليد. he will lead differently، ممكن يطلع نتائج مختلفه عنك، بس خلاص لازم تبقى ما تبقاش don't fall in love too much with the way you do things. ممكن يعملها بطريقه مختلفه وممكن الريزلت تبهرك. فلازم يبقى في شويه مساحه وشويه ديليجيشن وشويه تراست ما بينك وما بين التيم، انك تسيب له الحاجه عشان تعرف انت تخش تبني انفراستراكشر كويس في اللي بعده، وبعدين تطلع وتخش في اللي بعده. زي ما عندك سيريال انتربرينورز وعندك ناس تفتح حاجه اتس بيوتيفul، بدام بنيت الانفراستراكشر المظبوط اطمن. طيب هل ده بيبقى من اول يوم؟ يعني لما انت فتحتي الكونتنت، هل من اول يوم خليتي تيم هو مثلا اللي يبدا يعمل الموضوع ده، ولا انت بتحبي تبداي بايدك وبعد كده تسلمي لي؟ بصراحه ببدا بايدي. التيم هيبقى بيتفرج على الحلقه دي لو انت اي حاجه غير كده هيفضحونا في الكومنتس. لا بصراحه ببدا بايدي لازم، لانه في الاول في الاخر يوجولي الليدر بيبقى عنده هو الفيجن وبيبقى عنده الطريقه اللي عارف ان هي it will probably work. فدايما بحط ايدي في الاول
احط ذا رايت فورمولا، وممكن تسيبه وممكن تخيب طبعا، ما انا ممكن مبقاش عندي فورمولا خالص، ممكن ابقى جايه مخيشه عادي جدا أيوة. يعني. بس قصدي ايه، نجرب بالفورمولا دي وننستلت ونجربها از تيم، وبنعمل فوكس جروبس مع امهات كتير. خلي بالك عشان برضو يا يوسف نبقى عارفين احنا ليه كل الفيرتيكلز اللي عملناها شغاله لحد النهارده وكبرت، عشان احنا كاستمر سنتريك، احنا بنسمع من اليوزر، مش عشان مثلا نادية ذكية ولا التيم عنده الفورمولا اصلا صح، لا، عشان اليوزر اللي بيشيب الفورمولا. انا باخد اللي هو عايزه وبديهوله، مش العكس. في ناس كتيرة جدا بتعمل المنتج وتدور بقى اللي عايز يشتريه. صحيح. لكن لا، احنا بنينا الاودينس قبل ما نمدي المنتج، يعني راحت بالي اصلا صح، هي الاودينس ما هياش المنتج. قولوا لنا عايزين ايه وعنينا بالظبط كده. فهو ده برضو من اسباب النجاح، عشان ما نبقاش بايست لاشخاص. اسباب النجاح هي الام المصريه اللي قالت لنا هي عايزه ايه، فهي دي اللي على راسنا من فوق. على سيره الكلام ده، ممكن حد يكون بيسمعنا دلوقتي يقول لك طيب انا يعني سهل نادية تقول الكلام ده لان هي عندها كوميونيتي وعندها الامهات كلهم حواليها بيقولوا لها. لو انا عايز اخدم الامهات بس انا ما عنديش الكوميونيتي ده، ازاي اسمعها او ازاي اعرف هي عايزه ايه؟ يقولي بقى يوسف يقولي يا يوسف. ايوه خلينا ناكل عيش. ايوه يوصلوا من الامهات يعني. أيوة. بص يبارتنر مع ناس طبعا ويدو، بس قصدي اي حد عايز يوصل الاودينس بتاعه هيوصل له. انت بتكلم الامهات، روح لهم في المكان اللي هم فيه. هم فين؟ هم في حفلات المدارس، روح. هم في النوادي، روح. هم في الخروجات، روح لهم. شوف اليوزر بتاعك فين وروح اتكلم معاه. اسال اللي حواليك، شوف دايره معارفك، اعمل سيرفي يا سيدي 50 واحد يملاه واعرف الاجابه. دلوقتي الدنيا بقت سهله جدا. عندك حق. طيب وصلنا للكونتنت، الخطوه بقى اللي بعد الكونتنت. بعد الكونتنت كنت بقولك من شويه هي اونلاين واوفلاين. عملنا الاونلاين الكونتنت بعد الفتنس، والاوفلاين قلنا احنا بنحب نشوف امهاتنا قوي، والسوشيال ميديا بتاعتنا بقت مكسره الدنيا، وخدنا اووردز من ميتا ومن تيك توك ومن اماكن كتيره جدا على ان احنا من اكبر والموست انجيجد كوميونيتيز في العالم. ده بسبب وجودكم القوي على السوشيال ميديا. وجودنا قوي والانجيجمنت ريت المخيف. احنا الافريج انجيجمنت ريتس بتاعتنا بتوصل ل 98%، وده رقم يعني unprecedented. فقلت طب انا بحبهم قوي بقى يوسف، بحبهم، عايز اشوفهم كلهم. ده كان احساسي. فقلنا طب ما تيجوا نعمل حاجه اسمها ذا راحت بالي اكسبيرينس، نجمع كل الامهات دي على قد ما نقدر طبعا في حته واحده، وندلعهم وندلع ولادهم ونديهم مفاجآت وهدايا وشوز وباريدز وبانلز وورك شوبس ودعم وكونكشنز وكله. فمن هنا كانت انطلاقه ذا راحت بالي اكسبيرينس، اللي هي دلوقتي تعتبر اكبر فاميلي فيستيفال في مصر، وهي الاوفلاين فيرجن اوف ذا راحت بالي اونلاين ويب سايت اند بلاتفورمز اند سوشيال ميديا. احنا بنتكلم ده ريسنت ولا ده كان امتى في التايم لاين؟ ده كان يعني اول 2019. اوكي. يعني ده كان قبل الكورونا كان قبل الكورونا طبعا. مش هنسى في الكورونا جت اللي هو كان في مارس، يوم كان وانا في الاديشن بتاعت راحت بالي اكسبيرينس. طبعا مش قادره اقول لك، لقيتها كنا بنعيط، عملنا ريفاند لكل الناس، كان مأساة. بس باك تو راحت بالي اكسبيرينس ده كان جماله انه بيجمع الامهات وازواجهم واولادهم في a very beautiful happy environment. يعني الامهات بتسميه ديزني لاند ان ايجيبت، يعني من كتر ما هو بتبقى الام مش عارفه تلحق على نفسها، وازاي هي وجوزها واولادها يقدروا يتبسطوا في نفس الوقت. وده جماله، مش انا رايحه بجري ورا العيال ولا جوزي مش طايق نفسه ومستنيني بالشنط، لا، انا بفكر في الام وفي الاب وفي الطفل وفي الجدات. حتى الجدات بنعمل لهم لاونجز وكنب وحاجات يريحوا فيها ويستمتعوا ان هم يتفرجوا على قد ايه اسرتهم مبسوطه اليوم ده. عشان كده ده راحت بالي اكسبيرينس. بالظبط، تجربه اكسبيرينس and it's a beautiful experience. وبنعمله multiple times في السنه وفي اماكن مختلفه، ونجمع فيه كل امهات راحت بالي. ويعني ليا الشرف ان انا اليوم ده بتحضن من كل الامهات اللي بتيجي، بستنى اليوم ده عشان اتحضن واتبس، لان هم احلى حاجه في الدنيا. ده كان بعد ما بدأتي، هل ده كان ان باراليل وانتوا بتعملوا بتزقوا في الكونتنت جامد ولا ده كان ان باراليل؟ يعني الكونتنت كبر معانا بقى في 2019، وراحت بالي اكسبيرينس كبر معانا في 2019. يعني دي كانت سنه انطلاقه التو اونلاين واوفلاين نيو اديشنز للديسكاونت كارد وللفتنس اند ويلنس فاسيلتيز. طيب عايز اسال سؤال، بس انا عايز اجله لغايه ما نوصل لاخر الانيشيتيفز. أيوة. احنا كده في مرحله راحت بالي اكسبيرينس، وكل حاجه بتتعمل خلاص بتبقى سيت اب وبتتكرر، وهي ماشيه معاكي في البورتفوليو اوف برودكتس او سيرفيسز. ليها اس او بيز بتاعتها، وده مهم جدا ان كل حاجه وليها التيم بتاع، يعني في تيم بيشتغل مثلا ولا علشان مثلا راحت بالي اكسبيرينس دي
مش كل يوم، فبيبقى فيه يعني برضو التيم ستراكشر. هل كل برودكت او سيرفيس تقدميها ليها التيم بتاعه ولا بيبقى فيه؟ لا، في احنا فيري سنترلايزد، وده بيخلينا اقوياء. يعني بيخلينا اولا نعرف نعمل يعني بنعرف نقلل الكوست جدا، وبنعرف نبقى كلنا فيري دايناميك، وبنعرف نروتيت. فالشغل في راحه بالي مفيش تيم ممبر بيعمل نفس الحاجه على طول. ده جماله. ده احنا محتاجينك فين، الشغل عايزك فين، الشغل الشهر ده اكسبيرينس، كل الشركه تتقلب اكسبيرينس مود، الشغل عايز كذا كله، فايتس فيري بيوتيفول. بس طبعا في اختصاصات ثابته عند ناس كتيره، بس هتلاقي في ديبارتمنتس عندها بتخدم من الحاجات كلها. يعني مثلا احنا عندنا استوديوز وبرودكشن تيم وكده، بيصور اعلانات البي تو بي، بيصور بروموزر اكسبيرينس، بيصور اعلانات البي تو سي. يعني هتلاقي ان ايه، بيصور المحتوى بتاع الامهات. ف كل حاجه داخله في بعضها، we're very centralized. وده خلى ان اي حد بيشتغل في راحه بالي البروجريشن بتاعه يعني learning curve مرعبه. يعني بيجي لنا حد مثلا يبقى حد يبقى مثلا كير جيفر، دلوقتي بقت مثلا سوبر ستار كونتنت كرييتر على اوبريشنز، على مش يعني فاهم قصدي؟ فتبقى very diversified experience. طيب المحطات بقى اللي بعد كده، بعد راحه بالي اكسبيرينس، عملت ايه بعد كده يا يوسف؟ حسيت اني نفسي اجمع حاجتي بقى في حته واحده. انا عايزه اقول للامه انا ايه، الامهات بدات تتلخبط، هو انتوا صح، هو انتوا كونتنت، ولا انتوا جيم، ولا انتوا ايفنتات، ولا انتوا تخفيض، ولا انتوا دعم نفسي، ولا انتوا ناديه، ولا انتوا مين؟ أيوة. فمن هنا بدات فكره ان احنا نعمل ذا راحه بالي سوبر اب، كاول سوبر اب للامهات في الشرق الاوسط. وكلمه سوبر اب برضو عشان اللي مش عارفها، دي معناها انها ابلكيشن بتقدم خدمات مختلفه بباكجز مختلفه او برايس بوينتس مختلفه. فالسوبر اب دي فكرتها انها تجمع لي كل اللي انا بعمله ده في حته واحده، وكل ما نقدر نزود خدمات تبقى في نفس الحته. فالام تقدر تبقى طبعا بيساعدنا احنا في الكروس سيلينج جدا، والام تقدر تبقى ملمه بكل البنفيتس اللي عندها. يعني امهات بتقول لنا ايه ده، هو انتوا عندكم جيمز؟ ده انا بدور من زمان على بيبي سيتنج ايه، بس ما اعرفش. مع انها بتستخدم الكارت بتاعنا بقالها سنين، وبتيجي الايفنتس بقالها سنين، وفيري لويال وتوب كونتريبيوتور فعلا على السوشيال ميديا بقالها سنين. بس من كتر ما انترنت از فول اوف نويز مش قادرين نوصل لها كل خدماتنا. ففكره السوبر اب انها تجمع كل ده في حته واحده، وكمان تدي ايكونوميك امباورمنت وفاينانشال ليترسي للام المصريه. وده الجانب الجديد بتاعنا، ان احنا مش بس عايزين ندي ديسكاونتس، احنا عملنا اول محفظه الكترونيه في مصر للسيدات ان كولابوريشن مع اورنج، اسمها محفظه راحه بالي اورنج كاش. بتدي للامهات تخفيض بيوصل ل 50% انستنت على كل احتياجاتها. طبعا ده حاجه فيري اجريسيف، يعني الامهات مش مصدقه نفسها، واحنا مش مصدقين نفسنا برضه. بنعمل محتوى فاينانشال ليترسي مظبوط عشان تقدر تبقى عارفه ازاي تستثمر وازاي توفر، وكل الحاجات دي في حته واحده. عليها محتوى خدمي، عليها محتوى ميديكال، عليها كل الديسكاونتس سيفنجز بتاعه الكارت، عليها اونلاين فيرجن للجيمز بتاعتنا فتتمرن وتاخد نيوتريشن بلان على الاب. فاتس ا بليس وير كل حاجه راحت بالي بتقدمها في حته واحده. وهي لايف بقالها شهر بس، فهي لسه جديده لسه طازه، بقالنا فتره كبيره بقى كنا بنشتغل عليها، وفيها ماشين ليرنينج ولسه طالعه للنور. ودعواتكم بقى معانا ان هي ايه، توصل لكل ام مصريه. انا حاسس ان ما شاء الله دي خطوه جميله. انا كنت هسالك برضو سؤال في الموضوع ده، ازاي يعني بتدي اولويات ليه؟ طب انا بقدم كذا حاجه، طب ماركت ايه امتى وفين وكده. هل السوبر اب دي ممكن تكون فرصه حلوه ان انت تكوني بتزقي الناس على مكان واحد، اللي هو انت هتلاقي كل اللي انت عايزاه هنا، نزلي دي نزلي دي، يسهل الاكسبيرينس بتاعت الامهات، بيسهلها جدا. وانا نسيت اقول لك حاجه قبل الاب مهمه في الاي كوميرس، نسيتها بس لسه انا كنت عايز اسال على الاي كوميرس. أيوة. بس الابلكيشن هدفها ان هي بدام راحت بالي، خشي على الابلكيشن، كل اللي انت بقى احنا بنعمله هتلاقيه هنا. طبعا هو لسه مش كله لايف على الاب، يعني التخفيضات موجوده، المحفظه موجوده، لكن لسه بقى ما دخلناش فيه فيتشرز كتيره هتخش عليها فيري سون. وجمالها ان احنا كل شهر فيه مفاجآت، يعني بنقول للكوميونتي كل شهر في فيتشرز جديده، فالام بتفضل دايما انترستد ومتحمسه ومترقبه. بس فدي بالنسبه للابلكيشن. طيب الاي كوميرس، انا عارف ان انت عندك رحله برضو في موضوع الاي كوميرس ده. طلع بقى امتى واخباره ايه دلوقتي؟ ده طلع اول شهر في 2022، يناير 2022. اوكي. اسمه mamers.com، وده سيستر كومباني يعني اللي راحت بالي. وده فكرته انه اول اي كوميرس بلاتفورم مختص لمنتجات الامهات والاطفال من سن 0 ل 12 سنه. اوكي. وبكتب بمحتوى راحت بالي بقى. انا مش بس بوفر لها المنتج، انا فعلا بديها ازاي تستخدمه، ازاي تتعامل معاه، ريفيوز بتاعته، الفتره العمريه بتاعته، ده ولا ده. كل ما هو يساعدها ان هي تاخد اتخاذ قرار الشراء
انا بعمله لها، وبعدين اوفر لها المنتج ووفر لها سيم داي ديليفري، ووفر لها تقريبا من ارخص الاسعار اللي في الماركت. فمامرز.com يعتبر يعني التطور الطبيعي لراحة بالي في مجال الاي كوميرس. انا كنت عايز اسالك هنا، ده يعني جا منين؟ هل جا من حته ان بدل ما انا بوديكي على ماركت بليسز تانية او كده، طب ما هو زي ما انت بتقولي، ما انا كمان يعني انا بعمل لك الكونتنت وبارتنر مع ناس كتير وعندي سبونسرز وكده، فاكمل بقى الكونتنت بان انا اديكي كمان البرودكت، فاقوم مكمله السايكل ده. هو من هنا جات الفكره دي؟ بصراحه يوسف هي الفكره ما جاتليش انا، عشان ابقى فيري اونست، الفكره بتاعت الاي كوميرس جات لي من عشان عندي كو فاوندر في مامرز، هو اللي جالي وقال لي انا عايز اعمل معاكي الاي كوميرس بلاتفورم ده. واقتنعت جدا لان لقيت ان هي ده التسلسل الطبيعي، وطول عمري بفكر فيها بس عمري ما كنت عارفه اتخذ القرار اني اعملها، لان هي محتاجه حد بخبره كبيره في الاي كوميرس وتفرغ. دي شركه اون اتس اون، يعني في حاجات انت بتبقى عارف ان انت ممكن تتعلمها وتوينجت وتعملها within your scope، وفي حاجات لا انت لازم تدي واسعه قوي وتدي العيش لخبازه، لان اي كوميرس از تريكي مع انه looks very easy it's very tricky. وكمان الاوبريشنز بتاعته والفليتس يعني ده بقى اكشلي ليه تيم مختلف وكده، صح؟ ليه تيم مختلف تماما، وشركه راحت بالي هي انفستر في الشركه دي، وليها طبعا سي او مختلف عني خطير، هو اللي بيقود مامرز مع السبورت بتاعنا، مع المحتوى بتاعنا، مع الليدرشيب والاستراتيجي بتاعتنا. وهل البارتنر بتاعك الباك جراوند بتاعه اي كوميرس بيور؟ فيري اجريسيف اي كوميرس باك جراوند، يعني هي از ستار في الاي كوميرس. فهو هيز ليدنج المركب دي، وانا بسوق معاه وبقدف معاه بالكونتنت والماركتنج والاستراتيجي. انا مهتمه بقى قوي اعرف الحته دي، عشان برضو انتي كنتي شخصيتك اللي هو بنط من حاجه لحاجه بعد ما اظبط دي، وانتي جو جاتر كده قوي اللي هو نعملها. فايه ليه الموضوع ده وقف عند الاي كوميرس؟ يعني ليه جينا عند الاي كوميرس وما حسيتيش نعملها؟ ليه يا عم؟ لا خليك انت في حالك، انا هعمل اي كوميرس. انا حاسس ان ممكن اكيد كان في حاجه صغيره، انت عارفني كويس، حاجه صغيره كده ممكن تكون حسستك اللي هو يا عم يركن بس احنا هنعملها. ليه في الاي كوميرس بالذات ده انت حسيتي لا احنا تعالى ماشي؟ دي المفروض تبقى لوحدها. ده سؤال حلو قوي يدور ان انت تعرفني كويس يا يوسف. بص انا دايما لما بنعمل في راحة بالي خدمه بنعملها بقى فيري يونيك فاليو بروبوزيشن، وبطريقه احنا فاهمين كويس قوي ان احنا احسن ناس نخدم الام فيها. لكن الاي كوميرس اي حد ممكن يعمله. انت عندك لو اي تايكون في الاي كوميرس حب يعمل a subsidiary for moms and kids products بس ويسميها اي حاجه، ما هيعملها. فما جاليش احساس لوحدي من غير ما بقى approached بحد experienced وب value add ان انا excited اعملها. مش شداني، مش مدياني، مش شداني ليها. I'm doing so much more. ما فيهاش الفاير دي اللي كانت موجوده في الحاجات التانية. بالظبط، ما فيهاش الفاير. بس لما جالي شخص عنده الفاير في السكشن او الكاتيجوري بتاعت الاي كوميرس، تحمست. فقلنا ايدينا في ايدين بعض، ممكن نعمل حاجه مختلفه عن اي حد ممكن يقدمه. makes sense. طيب بما اننا اولموست خلصنا البورتفوليو بتاعت او البوتس اللي انت شغاله فيها، السؤال اللي انا عايز اساله جدا، ولا عندي فضول كبير جدا اساله، اكيد في، خلينا نقول جولدن جوس او ويننج سيرفيس، ويننج برودكت، حاجه زي كده. هل انت بتبصي كده لكل منتج او سيرفيس وبتبداي تقولي ايه ده revenue wise او profit wise this is very ده profitable جدا، ده فوق التوقعات، وممكن products تانية تحسي اللي هو ايه ده مثلا مش جايب همه او كده؟ يعني هل مريتي بالتجارب دي وبتتصرفي ازاي لما بتتكعبلي في حاجه كده؟ بص يا يوسف، انا ببص على كل سيرفيس على ايه الحل، المشكله اللي هي بتحلها، وده اللي بيديها الوزن عندي بيوند البروفيت مارجن بتاعتها فيرسز الفيرتيكلز التانية، الجي ام في جاي منها قد ايه. انا ببص على كام مشكله انا عارفه احلها، وهو ده اللي بيدي الحل الويت بتاعه في عيني. يعني ببص على الديسكاونتس وكام
1000 ام عرفت ان هي توفر على احتياجاتها واحتياجات ولادها وبقت بتافورد ا بيتر كواليتي اوف لايف. فده بيديني امباكت مترسي. ببص على الفتنس اند ويلنس فاسيلتيز اونلاين واوف لاين، قد ايه بسببها الامهات عرفت ترجع لوزنها قبل الولاده، وقد ايه تغلبت على الاكتئاب ما بعد الولاده، وقد ايه عملت صداقات، وقد ايه حياتها اتغيرت. فده بيديني امباكت ماتريكس. ببص على الكونتنت وقد ايه بسببها الامهات ار ماسترنج الامومه وعارفين يبقوا better version of themselves وعارفين يبقوا امهات وازواج وبنات احسن. فدايما ببص على خدماتي مش numerically، ببص عليها from an impact perspective، وهو ده اللي بيخلينا نكمل. بس ده ما يمنعش انه لازم كل حاجتنا تبقى profit making، ولو مش profit making ايه اللي بيغطيها؟ يعني مثلا احنا عندنا خدمات كتيرة جدا مجانية زي المحتوى، زي الايفنتس، الحاجات دي مكلفة جدا لكن انا بعملها كلها مجانية لامهاتي. طب مين اللي بيصرف عليها بقى؟ الشركات. فهنا يجي بقى الجمال المالتي سايدد بزنس موديل، ان يبقى عندك بي تو سي وبي تو بي يقدروا يخدموا بعض. فهنا باخد ريفينيوز من البي تو بي اقدر استخدمها انها ترجع تاني لامهاتي. فعشان كده احنا دايما حتى في راحه بالي تيم البي تو بي واحنا بنريز ماني من الشركات وكده بنبقى حاسين قد ايه، لا انا مش جايه ابيع لك اعلان ولا فيتشر ولا بتاع، ده الفلوس دي انا عارفه هتفتح كام جيم، وعارفه هتفتح كام فاسيلتي، وعارفه هتفتح كام مصدر دعم للامهات وهكذا. فthis is how we perceive things في راحة بالي. يعني اللي انت قلتيه ده يعني خلاني عايز اسال سؤالين جدا. السؤال الاولاني، اولا احنا عايزين نتكلم في البي تو بي، بما ان انت بتقولي ان البي تو بي اصلا بيصرف على حاجات بي تو سي. يعني انت يعني بيسكلي بتقولي لي ان انا اصلا العميل الاساسي بتاعي مش الام في الاخر، او الاكتر حد بيدخل ريفينيو مش الام. فدي حاجه انترستنج جدا. بس الجزء الثاني اللي انا متاكد ان في ناس بتسمعنا دلوقتي هيبقى جاي في دماغها، ممكن حد يقول لك طيب بس ما هي ليه انت يبقى عندك، ليه مش بتبصي على الحاجات كديفرنت موديولز، او اللي هو انت لازم انا بعمل ده فانت لازم تكون بتغطي تكاليفك على الاقل. لو انا بضطر ان انا اصرف عليك من حاجه تانية فانا كده عملتها بقى تشاريتي، او انا عملتها يعني انت ما بتجيبش تكاليفك. ولا هل يعني ايه اللي بيخليك ان انت بدل ما تقطي السيرفيس دي مثلا تستحملي ان انت تصرفي عليها من حاجه تانية وهي مش قادره تشيل نفسها؟ عشان احنا impact driven business، ما احناش NGO، احنا profit making business بس impact driven business. اي business for impact بيبقى نظرته للامور مختلفه، ما بيبقاش عنده مشكله ان حاجات تصرف على حاجات طول ما الحاجات التانية دي بتعمل امباكت. لكن انت مش هتصرف على حاجه مش فعاله، بس طول ما انت شايف ان في يوزرز بيستفادوا وحياتهم بتتغير صعب جدا تكتت. فاهم قصدي؟ بس احنا في راحه بالي ما عندناش حاجه زي ما تقول لوس ميكينج مؤلمه بقى عماله بتسحب لا لتحت خالص يعني. ما عندناش كده، لان حتى لو هي فري للبي تو سي فالبي تو بي بيكفر الكوست بتاعها. فانا ما عنديش حاجه لوس ميكينج. انا عندي اصلا من one of I think very few bootstrapping profitable sustainable businesses في مصر بقالي 8 سنين. يعني I never raised في راحه بالي، انا باديه راحه بالي ولا حاجه، ودلوقتي احنا بقينا شركه فيها فوق ال 84 فول تايمر. ف we are very frugal and efficient، بس في نفس الوقت بنقدر الامباكت. لو انا الجيمز دي مثلا let's say for example مش البروفيت مارجن بتاعتها مش عاليه بسبب الفيري هاي اوبريشنال والليبر انتنسيف موديول بتاعتها من كوتشز وكير جيفرز وارينا مانجرز، وعندنا ناس اصلا موجودين عشان مود الام يشوفوا اخبارها ايه النهارده. يعني احنا عندنا جوب رولز غريبه جدا في راحه بالي، عندنا هابينس ميكرز وعندنا حاجات كده. بس انا عارفه ان الام دي ايفنتشولي ما هي نفس الام اللي هتيجي تشترك في الابلكيشن، هي نفس الام اللي هتجي لي ايفنت، فهتلاقي دايما في سبيل اوفر افكت، وهيبقى في كروس سيلينج واب سيلينج. مش شرط ابقى باصه تحت رجليا وعايزه ان كل حاجه تبقى بتجيب مارجنز عاليه at the same time. انا كنت لسه هقول لك كده، يعني كنت هقول لك هل ممكن نفكر فيها من ناحيه ان ممكن دي لو احنا خدناها لوحدها ما تكونش بتكسب او بتكسب قوي، ولكن هي صعبه تتقاس، مش اسهل حاجه تتقاس، ولكن ممكن نقول ان حتى بشكل غير مباشر فهي بتساهم في التجربه بتاعه الام ككل، وممكن تكون بتزقها في حاجات تانية، بتزود اللويالتي بتاعتها، فبتسمع برضو الفلوس في حته في الفلوس بالزبط. في مكان في حته تانية في البيزنس بالظبط indirectly. بالظبط كده بالظبط كده. لان راحت بالي اذا ايكو سيستم هي الهوا اللي حوالين الام. طيب نادية، في جزء اتكلمتي عن جزء البي تو بي، واعتقد احنا يعني في حاجتين لازم نقف عندهم، البي تو بي وفكره الريزنج او الفاندنج. بس عايز اعرف اكتر بما انك يعني هل البي تو بي مبدئيا اكبر من البي تو سي بكتير، بقليل، بشويه؟ بص احنا عندنا البي تو بي تقريبا بيكمبرايز 60% والبي تو سي 40%، فهو يعني ممكن تقول very close to 50-50 يعني. بس هو البي تو بي اكبر شويه بسبب انه
طبيعي بيبقى فيه bigger budgets من الشركات الكبيرة عن عدد الأشخاص اللي انت بتبيع لهم طبعاً. دايركت طبيعي. فهي 60-40 و I don't intend to change it. أنا عاجبني جدا الميكس ده لأن هو ده الميكس اللي خليني عارفة أخدم الأم وفي نفس الوقت عارفة أديها حاجات مجانية كتير وفي نفس الوقت عارفة أوصل لها value added content ومنتجات وخدمات من البي تو بي. فإتس win win ليا وللكونسيومر. طيب وهل البي تو بي بيبقى يعني لو انا جيت خيرتك ان لا هو انت نادية انت يا لازم تعملي بي تو بي او بي تو سي ما ينفعش تعملي الاثنين. اعتقد طبعا انا عارف اجابه السؤال ده. كلنا عارفين هقول ايه بي تو سي وكده ولا كده. البي تو سي از بروفيتبل عندي يعني انا بس في حاجات كتيره اي انجوي دوينج ات فري لان اي كان عشان اي هاف بي تو بي ف it gives me the luxury of doing so. وريفينيو البي تو بي هل هو mainly جاي يعني لو عشان الناس تستفيد لو ممكن تدينا بريك داون هل هو جاي مثلا mainly sponsorships او ايه الحاجه اللي بتدرايف الموست بي تو بي ريفينيو؟ بص احنا عندنا البي تو بي عشان برضو الناس تبقى عارفه كل الفيرتيكلز بتاعتنا في البي تو بي. عندنا ماركت ريسيرش لان احنا طبعا عندنا اكبر بول اوف وومن ان مينا. عندنا ديجيتال كامبينز. عندنا اوفلاين سبونسرشيبس. عندنا سبونسرد كونتنت. فدي انواع الريفينيو بتاع البي تو بي. واكتر حاجات بتجيب ريفينيوز بتبقى الماركت ريسيرش لان احنا وير فيري اجريسيف في الحته دي والديجيتال كامبينز لانه بنوصل لملايين من الامهات ب very good creative content that delivers ال USPs بتاعت المنتج او الخدمه دي with the right lingo and context that would make ال user you convert. احنا بنعرف نوصل الام للحاجه اللي هي عايزه تسمعها والحاجه اللي فعلا هتفيدها versus ان لو رحت لاي ايجنسي هيعمل لك اعلان بيقول حاجات مش كاستمر سنتريك مش فاهم اليوزر 100% زي ما احنا فاهمينه. واحنا عشان بنعمل كل حاجه ان هاوس سواء كونتنت كرييترز الكوبي رايترز الميديا بايرز كل ده ان هاوس فبتطلع اند تو اند السولوشن للشركه يعني فلولس. الشركات اللي بتجيلك علشان الماركت ريسيرش هل هي انت بالنسبه لها بتكوني بديل لان هي تروح انا عارف ان في ايجنسيز كامله قائمه على الماركت ريسيرش وبيشتغلوا مع شركات كبيره يعني عايز اسال where do you come in او هل هو لا طبعا احنا هنروح لراحه بالي مش هنروح للشركه دي ولا هم بيشتغلوا مع الشركات الايجنسيز بتاعت الماركت ريسيرش دي في حاجات ومعاكي في حاجات؟ بالظبط هم بيشتغلوا مع ريسيرش ايجنسيز في حاجات ومعانا في حاجات. احنا كده وكده بنعمل الكواليتيف والكوانتيتيف ماركت ريسيرش على سامبل سايزز توصل لملايين ولكن بسبب ان احنا بنعرف نوصل للناس دي اسرع وبناخد مور كريديبل ريسبونسز بقت الريسيرش ايجنسيز يا يوسف هي اللي بتجيلنا تمضي معانا لما يجي لها كلاينت عايز يوصل للامهات. بقينا احنا الفاست تراك بروسس. هو لسه هيعدي في بروسس رهيب ويفاليديت فاليديشن مده طويله لكن احنا معانا the right people at the right time with credible answers. فاحنا بالنسبه له سوبر كويك وين وهو بيكسب جامد جدا لان هو وفر كوست رهيب عنده في الريسيرش لان احنا وي كان دو ات لوت شيبر والريسيرش ايجنسي حط المارك اب بتاعه مبسوط جدا فخلص الشغلانه بمارجن اكبر وفي وقت اقصر فكله مبسوط. بالظبط. طيب انت قلتي جمله مهمه جدا انت بوت سترابت فور 8 سنين ما شاء الله حجم الشغل يعني كبير جدا. الناس هتتوقع ان انت يا اما كنتي باديه بمئات الملايين عشان توصلي يعني انت عندك يو بانك رول على طول يا اما كان معاكي انفستر بشكل او باخر. ف ازاي قدرتي اولا يعني من غير اوتسايد ماني تكملي لغايه دلوقتي وبتفكري ازاي في فكره هل لا انا عمري ما هاخد انفستمنت هل انا بفكر؟ طيب بص يا يوسف احنا دايما بحب في راحه بالي جدا ان احنا efficient يعني احنا بدأنا بمبلغ صغنن جدا وازاي بنعرف نوظفه ان هي نعمل حاجه بتاد فاليو لليوزر فالفلوس اللي تخش تتحط تاني. انا ما بدأتش باي حاجه خالص ومانيش ولا اي حاجه خالص فانا باديه بولا حاجه يعني ما كانش عندي اي انفستمنت اقدر احطه حتى في راحه بالي. هو من كتر ما احنا بقينا بنسيرف النيدز اليوزر بقى عايز يشتري فكل ما يشتري نبلود باك قدرنا نوصل للي احنا فيه النهارده. ومعايا في شخص امن بيا جدا في 2019 دخل معايا از ان انجل انفستر بس يعني بمبلغ صغير فبرضه بنعتبر بوت سترابنج لانه ما خدناش اي فاندنج يعني اكسترنال فاندنج. بس فعلا انا دايما بقول للناس لو انتوا بتحلوا مشكله حقيقيه you might not need to fundraise. يعني الفاندريزنج ده الناس بتفتكروا انه لازم عشان اكبر لازم عشان انجح. لا انت هتحتاجه ممكن عشان لو عايز تسكيل في ماركتس جديده عايز تكبر جدا الاكسبوجر بتاعك لكن ما هواش اساسي. طول ما انت بتخدم ناس معينه وبتخدمهم صح
هتقدر تريبلو اللي داخلك منهم جوه البيزنس وتنجكته، واعمل سمول بيبي ستيبس، ما تتسرعش. مش لازم تبقى رقم واحد في مصر، اجمد واحد في ريبلو يا جماعه مصر. المقصود اللي هو يعني ري انفست، او ان انت تحطي الفلوس تاني، ترجعي فلوس تاني في الشركه. بالظبط تقعد ترجع تاني وترجع تاني وما تتسرعش، وتبقى عندك بيشنس. لازم تصبر، كأنك بتزرع حاجه، حطيت سيدز في الارض، اسقيها، اديها فرصه تكبر. لكن لا، اما الناس ممكن تبقى متسرعه جدا، عايزه تشوف ارباح كبيره، عايزه تشوف ريفينيوز كبيره، او متخيله انه اي بيزنس هعمله هيكسر الدنيا. لا، ادي نفسك فرصه، ادي نفسك وقت، ويمكن تبقى بتعمل السولوشن الغلط. بيفت، البيفتنج مهم جدا، ان انا اغير المسار في اي وقت. يعني ما هو برضو راحت بالي تعدد الفيرتيكلز بتاعتها، ده عباره عن بيفتنج، ان في كورونا فهنعمل كذا، في مش عارف ايه فهنعمل كذا. اقعد اتحرك، اقعد غير. don't be very attached للمنتج بتاعك. دايما بيقولك ايه، don't fall in love with your product، لان it might not be the right one. ادي فرصه انك تغير. طيب عايز اسالك في حاجه تانية برضو يا ناديه. اكشلي يعني فولو اب الاول على السؤال ده. يعني انت ما بتفكريش او حاسه ان مفيش احتياج بقى دلوقتي ان انا افكر في اوتسايد انفستمنت مثلا بمبلغ كبير او كده، ولا انت حاسه اكتر اللي هو كيس باي كيس، والله مش عارفه يعني لو جت حاجه هشوف؟ بص، احنا ريسنتلي كنا بنفكر ان احنا عايزين نتوسع لماركتس جديده، فدي ديفنتلي هتبقى صعب علينا ان احنا نعملها ثرو البوت سترابنج ميكانيزم بتاعنا. ف we are open to raise عشان نخش ماركتس جديده. بس في مصر احنا الحمد لله we're very profitable and sustainable، ف we're enjoying ان احنا متحكمين في الكالتشر. وده الجمال، لان انت بتشوف ستارت ابس كتيره جدا بتضطر تغير المسار بتاعها، او بتبقى اندر اكستريم بريشر، او بتخسر اللي هي بنته بسبب تعدد الانترست اللي بتخش فيها، وبسبب الانرياليستيك اجريسيف انترفنشنز، وبسبب يعني حاجات كتيره بتحصل اكسترنالي. ففاند ريزنج له المساوئ بتاعته كتيره، والحمد لله ان احنا سو فار عارفين ان احنا نهجت ونقدر نديليفر الميشن بتاعنا صح. هل في ماركتس معينه انت بتفكري تدخلي فيها يمكن حد يكون بيسمعنا من أيوة الماركت السعوديه ده؟ طبعا، لان احنا 40% اصلا من الترافيك بتاعنا بيجي دلوقتي من الجي سي سي. فالسعوديه واوريدي عملنا حاجات كتيره في السعوديه. يعني عندنا المحتوى بتاعنا دلوقتي از فيري اجريسيف في السعوديه، الابلكيشن بتاعتنا عليها براندز كتيره جدا دلوقتي من السعوديه، البي تو بي بتاعنا فيري برضو بروميننت في السعوديه. فاحنا اوريدي نعتبر في السعوديه، بس we're not physically there yet، مفيش اوفيس هناك وكده. فthis is where we would need definitely partnerships وsynergies وinvestments عشان نعرف نبقى طبعا متواجدين هناك. وطبعا الماركت هناك بقى very competitive، بس الحمد لله انه مفيش حاجه شبهنا هناك، او احنا يعني زي ما تقول كده حتى لو فيها هنبقى فرحانين برضو، لانه اي حد يخدم الام هيبقى بيحقق الميشن بتاعنا. فاحنا برضو بنويلكم كومبيتيشن وبنحبه. حلو جدا. طيب عايز اسالك برضو في الجزء بتاع الاوردز. انتوا ما شاء الله البيزنس مش اي بيزنس، يعني عاده اي حد بيتكلم عن بيزنس بيتكلم على ريفينيو، بيتكلم على عدد موظفين، بيتكلم باع قد ايه كده. انا لفت نظري قوي ان لما قلت لك عايزين نكتب انترو، كان من اكتر حاجات اللي انت يعني براود بيها كده او مبسوطه بيها ان احنا عندنا اوردز كذا وكذا وكذا. ف من رايك ايه يعني ما شاء الله مش اوورد ولا اتنين، لا دي كذا حاجه. فايه ايه السبب الرئيسي اللي انت شايفه تسبب في الاووردز دي؟ وعايزك برضو تتكلمي شويه عن جزء الفامتك، لان انا عارف متاكد برضو ان في ناس بتسمعنا هتبقى حاسه يا جماعه بقى بطلوا مصطلحات بقى غريبه وبتخترعوا لنا في مش عارف ايه وكده. وانا عارف ان انت مؤمنه كده بيه شويه، فقولي لنا كده شويه على الاووردز وعلى قصه الفامتك يعني. حلو جدا. احنا يعني الحمد لله بقالنا تقريبا 8 سنين خدنا فيهم اكتر من 40 اوورد، سواء لوكال او انترناشنال، بسبب يا يوسف الامباكت. الاووردز دي بتيجي ناس بتجيلنا من بره، بتقعد سنه بتعمل علينا ديو ديليجنس، بتقابل كل الستيك هولدرز بتاعت راحت بالي، سواء الكاستمرز البي تو سي او البي تو بي او التيم ممبرز، وبيقدروا يقيسوا حجم الامباكت اللي احنا عاملينه في حياه الام. يعني ما لهمش دعوه انت كسبتي مليار لا، بس انا شايف ان انت بتعملي حاجه طبعا. انا بروفيتبل وسستينبل وبوت سترابنج ده بيتشيكا فيري جود مارك عندهم، بس هم بيركزوا على الامباكت. يعني لما كسبنا جايزه كارتيه كنا بننافس اكتر من 100,000 ستارت اب، طلعنا فيرست بليس، وده كانت حاجه رهيبه. لما كسبنا افريكا's بزنس هيروز توب 3 السنه اللي فاتت، اللي عاملها جاك ما بتاع علي بابا .com، ما صدقتش احنا كنا بننافس 50,000 ستارت اب مبهرين. بس ازاي نكسب؟ بنكسب بالامباكت، ان هم بيشوفوا ان احنا بنستثمر في الام اللي هي بتأثر على الأسرة، على المجتمع، على الاقتصاد، على العالم كله، وازاي فرقنا في حياتها بشكل جذري. فما وبيجي وبيقيس وبيشوف بنفسه. ده بيعمل سنة ديو ديليجنس
على كل الستيك هولدرز عندنا، سواء كارتيه او اي بي اتش او كل الاوردز اللي كسبناها، بيقعد سنه. يعني حتى ميتا قبل ما يدينا الاوردز بتاعتنا جه عمل دوكيومنتري علينا، وقعد تقريبا فتره طويله جدا عندنا في المكتب، بيجي وبيصور وبيتكلم وبتاع عشان يقدر يطلع بجد هو الناس دي بتعمل ايه بجد، هي الناس دي بتأثر ازاي. وكل الحاجات دي بتبقى بمترسيز مدروسه مظبوطه، مش ان هو بيتكلم مع 10 امهات كده ويقول لهم بحب راحه بالي، لا، ده ساينس اوف ميجرينج امباكت. فالحمد لله ده السبب الرئيسي. وردا على سؤال الفيمتك اللي انا بحبه جدا، الناس ممكن برضو تبقى حاسه ان فيمتك شبه فينتك. فهي معناها فيمتك كل ما هو بيحسن من حياة السيدة من خلال التكنولوجيا. وناس كثيرة جدا على فكرة ممكن تبقى فاكرة انها مش في الفيمتك سيكتور، بس هي في الفيمتك. اي حد بيعمل محتوى في الهيلث اند ويلنس بيحسن بيه حياة الستات، فانت فيمتك. اي بس ازاي ده تك ولا علشان هو ديجيتال؟ عشان من خلال بقى تكنولوجي، لو عنده ابلكيشن، لو عنده ويب سايتس، الكلام ده كله. اي حد عنده تولز بقى اوفيوليشن تراكر والبيري تراكر والكلام ده كله، دي كلها فيمتك. فالفيمتك موجود من زمان، بس كان كويند ريسنتلي من له قصه طويله يعني مش هدوشكوا بيها في البودكاست. بس يعني هو مصطلح جميل بيبين جمال التكنولوجيا في حياه الست. اخر سؤال، اعتقد ان هو اخر سؤال يعني، لو رحنا للجزء البيرسونال شويه، وده سؤال دايما بساله تقريبا في كل الحلقات. احنا قعدنا مع بعض من كذا سنه، وممكن حتى لو رجعنا لقبل ما نقعد مع بعض وانتي لسه بتبتدي، لو جيت قلت لك إن النهارده احنا هنخطف نادية من 5-6 سنين دي بالاكسبيرينس بتاعتها بكل حاجه، ونيجي نحطها في الشركه النهارده ونقول لها انطلقي، انتي متخيله ايه الستراجلز بقى، المقاسي؟ وهي دي طريقه تانية ان انا اسالك نادية بتاعت دلوقتي اختلفت ازاي عن نادية بتاعت زمان، ولو جبت نادية بتاعت زمان دي هتنفع مع دلوقتي ولا مش هتنفع؟ ولو مش هتنفع ايه اللي هيبقى ناقصها او هتبقى محتاجه ايه؟ سؤال خطير يا يوسف. يعني شورت انسر ويد بي ان ديفنتلي نادية بتاعت زمان دلوقتي مش هتنفع. لانه ال8 سنين دول علموني حاجات رهيبه. يعني اولا انا كنت ايموشنال جدا واتاتشد جدا ل كل حاجه واي حاجه. يعني بحب التيم حب مبالغ فيه، بحب الكاستمر حب مبالغ فيه، بحب الشغل حب مبالغ فيه، بحب طبعا اسرتي حب مبالغ فيه. الاكستريم لاف ده بيخليك مش عارف تديتاتش، مش عارف تديليجيت. بس انا حاسك لسه كده ولا وانا لسه كده، بس في نوع من الحكمه. يعني عارف اللي هو خلاص، يعني مثلا لو في مشكله مش هموت نفسي عشان الشخص ده ما يزعلش، انا هبدا افكر في حل المشكله واتناقش معاه. مش هحس انها اخر الدنيا. انا من كتر حبي واتاتشمنت بتاعتي بحس انه لا اتس ذا اند اوف ذا وورلد بقى. ده هيزعل مني للابد، ده عمره ما هيصالحني، ده مثلا مش هيعجبه الخدمه، ده عمره ما هيكلمني. لا اتس اوكي. يعني نفس كده عميق، وان زي ما جدتي علمتني اكروس ذا ييرز ان مفيش مشكله ملهاش حل، ويلا نحل ويلا نفكر مور براكتيكلي. فانا بقيت امور براكتيكال بيرسون، فاقدر اتعامل مع حجم الضغوطات وحجم التشالنجز اللي في الماركت وفي الايكو سيستم بتاعنا. نقدر نقول ان انا بقيت باتر جدا في التايم مانجمنت، لان انا لو كنت نفس النادية اللي بتعمل كل حاجه بايدها في الاول لدلوقتي ما كناش وصلنا اللي احنا بقينا فيه. فدفنتلي تايم مانجمنت فرق معايا جدا. اني بقيت الطفل بيكبر بالوقت، ده فرق جدا في خبرتي وفي علمي بالامومه وفي علمي باحتياجات الام. فعارفه اخدم امهات في مراحل ولاد نمو مختلفه. وكمان جريتفل. يعني كل شويه بحس ان انا ممتنه لجوزي اللي بسببه عارفه اكمل، ممتنه لاسرتي، ممتنه للتيم بتاعي اللي بعتبره ماي فيرست برودكت. دايما بقول كده، التيم بتاعي هو منتجي الاول، حتى لو عملت منتجات قبل ما هو يجي، لكن هو سيظل منتجي الاول in terms of value. ان هو ده بسببه احنا نقدر نوصل للي احنا فيه دلوقتي. فبرضه ببعت لهم شاوت اوت وحب وبوسات واحضان كتير. نادي، عايز اسالك اخر سؤال، اتمنى ان هو يكون اخر سؤال. الجروث درايفر بتاع يعني لو جينا لخصنا، لو جيت قلت لك انت حاسه ايه اللي كانت اهم اسباب ان انت تكبري، او ايه اللي زق الجروث بتاعك وصلك سواء حاجه سكيل بتاعتك شخصيه او ظروف معينه او حاجه معينه حسيتي انه هو ده اللي بيزقنا ان احنا نكبر بالشكل ده ومن غيره؟
I think اول حاجه ان الكاستمر سنتريسيتي، انك مركز على الكاستمر بتاعك، هو اللي بيحركك اكروس الجيرني بتاعتك كلها، مش بتخترع انت منتج وتقنعه بيه، هو اللي بيقولك هو عايز ايه. تاني حاجه الفوكس، انك مركز على a specific market. انت دايما بقول لو انت for everyone غلط، يعني if you're not for someone then you're from everyone، ده غلط، انت لازم تبقى for someone. تالت حاجه الامباثي. الامباثي بتاعت ازاي احنا بنعيش في الدنيا، لانه احنا يوسف بنعتبر انه بننسى ان الدنيا كام يوم واحنا ماشيين. فطول ما انت باصص على الدنيا بحجمها وعارف ان انت موجود عشان تعمر في الارض وعشان تعمل خير وعشان تغير في اللي حواليك وعشان تدي احسن، فبيبقى عندك السلام النفسي والامباثي الجميل ده اللي يخليك تعرف تعلم التيم بتاعك، تعرف تهندل الكاستمر بتاعك، تعرف تخدم البي تو بي كلاينت بتاعك، تعرف تبقى جزء هادف وجميل وسط الايكو سيستم ووسط الستيك هولدرز بتوعك. فطول ما انت عندك النظرة الحلوة دي هتفضل تكبر وهتفضل تتحسن، لان انت طول ما انت هوبفل وبوزيتيف وهيلبفل اللي حواليك لازم ربنا هيكرمك. يا جماعه السوشيال ميديا بتاعت راحت بالي، لو انت ما تعرفش راحت بالي هتلاقوها موجوده في الديسكربشن بتاع يوتيوب، وموجود برضو في النوتس بتاعت البودكاست. نادية انا خلصت اسئلتي، بس بحب اخر دقيقتين 3 لو في حاجه احنا we didn't cover ما غطيناهاش، او انت حاسه ان عايزه any last words او تقولي حاجه، دي الفرصه ان انت تعملي فيها كده. خلاص حلو قوي. انا حابه يعني اقول لكل الناس اللي بتسمعنا specifically الامهات بقى، بما ان هو ده اختصاصي، انه لازم تعرفي ان انتي ام عظيمه وان انتي اشطر واحده في البيزنس، لان الام دي مالتي تاسكر. الام دي اللي تقدر تبقى شايله بيبي ومعاها زوم كول وماسكه المكنسه وبتقلب بطشه الملوخيه. الام دي تعرف تعمل كل حاجه، فاوعى تخلي حد يقولك انك ما تقدريش، ان الامومه هتعطلك. بالعكس، الامومه زي في حالتي دي هي اللي ادتني الاجنيشن والفورس ان انا اخدم الامهات التانية. فدايما اعرفي ان انت تقدري تبقي اي حاجه وكل حاجه. ولو انت مش بتشتغلي ومش عايزه تعملي بيزنس ومش عايزه تشتغلي في شركه ومش عايزه اي حاجه ومكتفيه ان انت مع ولادك حبايبك ستيت هوم مام، ده من اعظم الجوبز اللي في العالم. الامومه لوحدها دي بروفيشن، ده شغل، دي حاجه عظيمه. وعايزه اقول لك دي اصعب من انك كمان تشتغلي، لان انت ديفوتد 100%، ما انتيش ملك نفسك، ودي حاجه عظيمه. فبحييكي وبشجعك. نادية جمال الدين، شكرا لوقتك النهارده وشكرا لوجودك في 5 بزنس. شكرا جدا يا يوسف، اتبسطت قوي قوي معاك.